يانجو بلاي كانوا عاملين سسبنس وهم بيعرضوا مسلسل فقرة الساحر، وبقى بينزلوا لنا حلقة كل أسبوع. مستكترين عليا إن أنا أتأخر في الحلقة شوية علشان تطلع زي المسلسل. يا مساء الفل عليكم، وحلقة جديدة من حلقات بودكاست الكتابة فكرة. وحلقة النهاردة هي مراجعة بدون حرق لمسلسل فقرة الساحر. المسلسل من تأليف إياد صالح اللي ليه أعمال كتير حلوة زي الحريفة بالجزئين بتوعه، والإخراج للمخرج المبدع تامر محسن اللي طبعا أعماله غنية عن التعريف، لعبة نيوتن بدون ذكر أسماء، تحت السيطرة، وهذا المساء. أما بقى البطولة كانت لطه دسوقي، علي قاسم، أسماء جلال، وليد فواز، بسمة، دنا إمام، وضيف الشرف أحمد زاهر. أحداث المسلسل بتدور حوالين ميكس وألفي ولما، 3 صحاب بيتعاونوا مع بعض وبيبقوا نصابين وبيعملوا أكتر من عملية نصب، لكن في عملية من العمليات بتاعتهم بتنتهي بشكل عكس ما كان متخطط له. ومع توالي الأحداث بيلاقوا نفسهم بسبب العملية دي بقوا في ورطة مع رجال أعمال أقوياء جدا، وبيطلبوا من ال3 إن هم علشان يسيبوهم ينفذوا لهم عملية واحدة معينة. إيه هي بقى العملية دي؟ وهيعمل إيه الثلاثي بتاعنا؟ ده اللي بنشوفه في الأحداث. سيناريو المسلسل ده من السيناريوهات الذكية في طريقة بنائه، وده من إيجابيات المسلسل. وطبعا كان لا يخلو من البلوتات وألعاب الذكاء، ودي حاجة بتبقى متوقعة في النوعية دي من الأعمال. والحقيقة هي كانت معمولة ومتنفذة بشكل حلو في معظم الأوقات، ما عدا كده حاجة معينة ضايقتني هبقى أقولها لكم لما نوصل لسلبيات المسلسل. كمان بناء شخصيات الثلاثي بتاعنا كان حلو، وكان كويس في الحلقات الأولى إننا شفنا خلفيات عن حياة ال3، وده برضو اتعمل كويس رغم إن هو طول شوية، بس لما هتوصل للحلقة الأخيرة هتفهم هو كان طويل ليه وكان إيه الغرض من ده، لأن هو كان معمول لغرض، والغرض ده وضح قوي في الحلقة الأخيرة. أما بقى عن الأداءات التمثيلية، فالأداءات التمثيلية بتاعت الثلاثي بتاعنا كانت حلوة جدا، وشفنا مباريات تمثيل حلوة بينهم وبين بسمة ووليد فواز اللي كانوا بيمثلوا جانب تاني من الأحداث، والمشاهد اللي كانت بتجمعهم كانت متنفذة كويس قوي. وبرضه كان في أداء حلو قوي من أحمد زاهر في جانب الشر اللي بقى عنده تمكن في الحتة دي قوي، وبقى بيطلع حاجة مختلفة في جانب الشر في كل مرة بيعمله. لو هنتكلم بقى عن سلبيات المسلسل فهي مش كتير، بس كانت بالنسبة لي إن في حدث معين في الحلقات الأولى كان متوقع قوي، ومع ذلك خدنا وقت على ما كشفناه، وكنت بقول يا ريت المسلسل يخدعني ويطلع عكس اللي أنا متوقعه، بس هو للأسف ما عملش كده. برضو من السلبيات بالنسبة لي هي ذكاء الثلاثي بتاعنا اللي عاملين حساب كل حاجة. يعني ميزة الأعمال اللي من النوعية دي إن هي بتخلي أبطالها على درجة كبيرة قوي من الذكاء، فلو حاجة حصلت غلط بيظهر تداركهم للأمور، وبيظهر ذكائهم الشديد إن هو حتى لو الغلط حصل إن هم بيعرفوا يلموا الدنيا. دي حاجة بتبين ذكائهم وبتخلق توتر وتشويق، زي مثلا لا كاسا دو بابيل. البروفيسور رغم إن هو عبقري وعامل حساب كل حاجة، بس كان في غلطات بتحصل وبيبان ذكائه قوي في إن هو يلم الغلطات دي، وفي نفس الوقت كانت بتخلق حالة من الترقب والتوتر. هنا بقى في فقرة الساحر إحنا ما عملناش ده للأسف، كل حاجة كانت محسوبة قوي، مفيش غلطات بتقع، فبالتالي انت مش بتشوف لما الدنيا بتتكربس الابطال بتوعنا هيعملوا ايه، لا انت شايف ان هم عاملين حساب كل حاجه. فحتى لما وصلت قرب النهايه ما حسيتش باي توتر على الابطال نهائي، لاني عارف ان كل حاجه بتحصل هم كده كده مخططين لها، فدي حاجه ما حسيتهاش كانت كويسه قوي. برضو من السلبيات بالنسبه لي هي مثلث الحب اللي كان موجود ما بين ان ميكس بيحب لما وألفي بيحبها، وهي محتاره ما بين الاتنين، وشويه تبقى كده وشويه تبقى كده. المثلث ده كان حلو جدا بالمناسبة، بس السلبية بالنسبة لي مش في المثلث، هي السلبية إننا سبناه بعد كده وما تكلمناش عنه تاني، رغم إن كان ممكن يطلع منه حاجات كتير وكان ممكن يتبني منه حاجات، وده اللي أنا كنت مستنيه بصراحة. غير كده المسلسل كان جيد جدا ورسالته كانت مختلفة، واللي ظهرت في الحلقة الأخيرة. يعني إحنا دايما في المسلسلات اللي هي من النوعية دي بنجيب اللي بينصب أو اللي بيسرق بيتحط له مبررات من بتاعة إن هو محتاج كده أو إن الظروف أجبرته والحاجات دي كلها، بس هنا الوضع مختلف. هو خلى كل واحد منهم هو بينصب عشان هو عاوز يثبت لنفسه حاجة معينة. طبعا ده مش مبرر للنصب، بس الرسالة هنا اللي كانت باينة إنه هو كل شخص ممكن يغلط لأنه عاوز يثبت حاجة معينة لنفسه، حاجة بقى من ماضيه أو طفولته ما قدرش يتخطاها أو يواجهها، فبالتالي خلته يروح للسكة دي عشان يثبت حاجة معينة لنفسه. عشان كده شفنا في آخر حلقة مشهد لكل واحد من أبطالنا وهو بيواجه ماضيه اللي ما كانش قادر إنه يواجهه، ودي كانت مشاهد حلوة قوي وبتقول إن اللي بيتعرض له ولادنا مننا إحنا شخصيا بيأثر عليهم، فلازم ناخد بالنا من تصرفاتنا معاهم.
عشان ما نخلقش بعد كده حد يضر المجتمع. طبعا الرسالة بانت واضحة لأن السيناريو أسس للثلاث شخصيات كويس في الحلقات الأولى، حتى لو كان ده طول شوية زي ما قلت لكم في الأول. بس هو ظهر التطويل ده كان سببه إيه في الحلقة الأخيرة، علشان لما نشوف المواجهات بتاعت كل واحد فيهم نفهم المواجهات دي حصلت ليه، ونفهم أكتر أبعادها النفسية على كل واحد فيهم. المسلسل بشكل عام ممتع جدا، أديله تقييم 7.5/10. المشكلة إنه هو اتظلم إنه كان بيتعرض في كل أسبوع حلقة واحدة، لأن النوع ده بيحتاج إنه يفضل متواصل مع المشاهدين. بس كل أسبوع حلقة دي كانت بتتسبب إن الناس بتنسى أحداثه، وساعات بينسوا إن في حلقة جديدة أصلا الأسبوع ده، وده حصل معانا شخصيا. بس المسلسل دلوقتي كله متاح على يانجو بلاي، تقدروا تتفرجوا عليه وتستمتعوا بيه، لأنه رغم الحاجات البسيطة اللي أنا بقول عليها دي المسلسل يظل مسلسل ممتع جدا. وبس كده، دي كانت مراجعتنا لمسلسل فقرة الساحر. سؤالنا بقى، ايه اكتر عمل بيعتمد على التخطيط والذكاء حبيتوه وليه؟ مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب، او نتناقش مع بعض على فيسبوك، انستجرام، اكس، او على التيك توك. واستنوني في الحلقة اللي جاية مع البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم فيه الكتابة فكرة. وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف بسيدي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.